السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم غادي نصايبوا بقلاوه اولا معسله بالفول السوداني وورق الفيلو. اول حاجه خديت نص كيلو ديال الفول السوداني ولا الكاوكاو وحمرته في الفران على درجه حراره 180 من 15 حتى ل 20 دقيقه. من بعد ما كيبرد كنحيد ليه القشره ديالو وكنطحنو في لاشواغ. كنخليه شويه، يعني ما ترجعوش بودغ كامل. كنخليه شويه ديك لا تيكستور ديالو كتحسوا بها، باش ملي تاكلوا المعسله كتحسوا بديك القرمشه ديال الكاوكاو. غادي نزيد عليه نص معلقه ديال القرفه وغادي نخلط. هاد المعسله هادي ما كيخاصكمش فيها بزاف ديال المكونات. بعد ما غادي نخلط القرفه مع الكاوكاو، غادي نخليه على جنب وغادي نجبد الورقه ديال الفيلو. من الاحسن انكم تخدموا بها في الوقت اللي كتجيبوها، يعني تكونوا نتوما موجدين الحشوه وكتجيبوها كتخدموا بها باش ما كتشفش ليكم، كتكونوا متاكدين بانها غادي تجيكم سهله في الخدمه. هنايا اول حاجه درت كل جوج ورقات جمعتهم مع بعضياتهم باش كيجيوني من بعد ساهلين، وكنرجعهم للبلاستيك اللي كيكون فيه وكنديرهم في فوطه اللي كتكون شويه فازكه باش ما كيتشفش لكم الورقه. غادي نجبد جوج ورقات الاولين، غادي نديرهم شويه غندهنهم شويه بالزبده اللي ذوبت من قبل حتى كنحيد لها الحليب باش الورقه ما كتقطعش لكم. وقبل لهذا الشيء غادي خاصكم اما قطبان ديال الخشب اولا باي اولا اي حاجه اللي تقدروا ترولوا بها الورقه ديالكم في الاول كيف غادي تشوفوا هنايا في لا فيديو، باش كيجيكم ساهل من بعد انكم تديروا داك لافي ديال انه كتجي الورقه شويه مكمشه. هنايا غادي نرولوا ديال المره الاولى وغادي نرش بالفول السوداني. النصيحه الاولى اللي نقدر نعطيكم اللي انا غلطت فيها هو انه هذاك الخط اللي درت لكم هنايا ما تفوتوش، يعني نص الاخر ديال الورقه ما تعمروهاش بالفول السوداني، ما تعمروهاش بالكاوكاو باش ما كتقطعش لكم بزاف الورقه. فغادي تخليوها خاويه، غادي تعمروا غير هذاك النص الاول. كدوروا الورقه كامله حتى الاخر، ومن بعد كتخرجوا هذوك القطبه اللي درتو اولا الباي ولا اي حاجه، غادي تخرجوها من الجنب وغادي تحاولوا كيف موضح في الفيديو شويه تكمشوا هذيك الورقه باش كيجي داك لافي زوين في الاخر. هنايا تقدر تقطع لكم كيف قلت لكم الا كانت الورقه بدات كتنشف اولا كنتو يعني جبتوها قبل باش تكونوا موجدين الحشوه. هي الورقه ديال الفيلو معروفه بانها حساسه بزاف، فاي حاجه تقدر تقطعها. اخر حاجه غادي تجيبوها هي الورقه كيف قلت لكم باش تفاداو هاد المشاكل كاملين. هنايا غادي نبقى كل مره جبدت الورقه غنرجع الورقه اللي ما غاديش نخدم بها وغادي نغطيها مزيان. غادي نبقى مكمله في نفس الطريقه حتى كنكمل الورقه كامله. بالنسبه للورقه اللي استخدمت فراه فيها نص كيلو، كيكون فيها تقريبا 14 ورقه ونص، يعني 14 وواحد الورقه صغيره. غادي تخرج لكم تقريبا 7 ديال لي غولو لان كل واحد فيه جوج ورقات. فغادي نبقى غاديه بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الورقه كامله. بطبيعه الحال تقدروا ديروهم عاديين، يعني ما ديروش داك لافي مكمش، كديروا لي غولو عاديين غادي يجيكم اسهل. ما غاديش تقطع لكم، واخا تكون شويه نشفات لكم الورقه ما غاديش تلقاو فيها مشكل. بالنسبه لهاد البكلافه اولا هاد المعسله هادي فراه هي في الاصل تركيه وكيخدموا بواحد العجينه خاصه ديالها، يعني ما تيديروش الورقه ديال الفيلو، كيديروا عجينه ديالها وكيبقاو يطلقوها بزاف. غادي يكونوا اكيد شفتوا لي فيديو ديالهم حتى كتولي ديك الورقه رقيقه بزاف، كتجيهم اسهل بكثير من انه يديروا الورقه ديال الفيلو. اخر حاجه غادي نرش عليها شويه ديال الزبده، حاولوا ما تدهنوهاش غير ترشوها من الفوق حتى كترشوها كامله. من بعد غادي تحاولوا تقطعوها بالموس اللي يكون يعني حاد وما عنده حتى شي ماشي منشار، يعني يكون موس عادي باش ما كتقطعش لكم اكثر. انا هنا قطعتها على 4، تقدروا تقطعوها على 5 على حسب الذوق ديالكم. وغادي ندخلها الفران على درجه حراره 160 تقريبا حتى كتحمر لكم مزيان، يعني كيبقى على حسب الفران ديالكم. انا هنا كنت كل مره كنحاول ندورها باش تحمر بشكل متساوي. ومن بعد غادي نخرجها باش غادي نسقيها بالعسل. مباشرة بعد ما كنخرجها من الفران وهي مازال سخونه كنسقيها بالعسل بكميه وفيره حتى كتشربوا ليا مزيان.
وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الباكلافا ديالنا اولا المعسله. الصراحه معسله سهله وبسيطه، يعني ما كيخصهاش مكونات بزاف وما كيخصهاش الخدمه بزاف. كيف قلت لكم اهم حاجه هي الورقه ديال الفيلو، تجيبوها هي اخر حاجه. هذه هي اهم خطوه باش تنجح لكم هاد المعسره هذه. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي فيها داك الفول السوداني وكتجي زوينه ومقرمشه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير.